المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم ما جاء فيها. وزارة الزراعة توضح إنجاز أعمال فعالة في حماية التربة والمياه. نجاح تجارب البذور البقوليات في الإقليم الأوسط. حماية التربة والمياه في دبروة وكالكو. فرار 7000 شخص من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي. قتلى وجرحى في قصف لمروحية أمريكية بالرمادي. والمعارضة السورية تعلن مقاطعة مؤتمر سوتشي للسلام بشأن سوريا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرحت وزارة الزراعة في التقييم الذي أجرته في 25 و 26 من يناير بأن برامج حفظ المياه وحماية التربة حققت نتائج فعالة على مستوى البلاد بالنظر إلى الثروات والقدرات الوطنية المتوفرة. وقدم تقرير في التقييم الذي شارك فيه مسؤولي فروع الأقاليم والأقسام في وزارة الزراعة أوضح فيه عن إنجاز أعمال فعالة في تنمية الخضروات والفواكه والنباتات وإنتاج الألبان واللحوم وصحة الحيوان والتنمية المروية والبذور المحسنة التجريبية. وأشار التقرير إلى قلة الأمطار هذا العام إضافة إلى التأخيرات التي حدثت في تنفيذ عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية التي جرت في العام الماضي في معظم مناطق البلاد، مما أثر ذلك سلبا على الإنتاجية، فيما أظهرت الأعمال الجارية في إنتاج التفاح والكوخ والتمر نتائج ملموسة. وفيما يتعلق بالأعمال البحثية والمراقبة، قيم عن تنفيذ أعمال فعالة مرفقة بدراسات بحثية متمثلة في إعداد قائمة المزروعات الوطنية للمزارعين وإجراء دراسات حول الآفات الزراعية وإزالة المضادات الزراعية المنتهية صلاحيتها ومراقبة الإنتاج الزراعي العابر للحدود ونتائجه ومتابعة أدوية الحيوانات غير القانونية ووقاية صحة النباتات. وفي الختام أوضح التقرير عن وضع بعض برامج 2018 منها تعزيز برامج حفظ المياه والتربة وتوزيع أبقار الحليب للمزارعين وإنشاء محطتين مترولوجيتين وتشجيع وخلق بيئة مناسبة لتبادل المزارعين الأفكار فيما بينهم، بالإضافة إلى توزيع البذور المحسنة المؤكدة بالدراسات البحثية للمزارعين. وقال الوزير الرفاعي النبرهان إن برامج حفظ المياه والتربة حققت نتائج فعالة، إلا أنه يتطلب منا إنجاز المزيد من التحقيقات، مشددا على الدفع بإنجاح دورة البذور الزراعية والزراعية الأسرية المنسقة وتربية الدواجن وإنتاج المحاصيل النقدية وغيرها. وبعد أن ناقش المشاركون في التقرير المقدم قدموا آراء بناءة، منها إجراء التطعيم المنظم لوقاية صحة الحيوانات وخاصة الأمراض المنتقلة من الحيوانات إلى الإنسان في كل 6 أشهر سنويا، وبحث سبل لحل التأخيرات الظاهرة في إعادة عملية توزيع الأراضي الزراعية وإعداد بنية تحتية لإيجاد حل للإنجرافات التي تحدث في إقليم شمال البحر الأحمر بالأراضي الزراعية، وكذلك إيجاد حلول دائمة لنقص أدوية الحيوانات وغيرها من الآراء والتوصيات البناءة. أعلن مركز التقانة الزراعية الذي يعمل تحت إشراف قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط بأن التجارب التي أجريت على بذور البقوليات والذرة حققت نتائج مرضية. وأوضح مسؤول المركز السيدة فورقي جبر سلاسي عن نجاح 6 أنواع من جملة 10 أنواع من البقوليات التي أجريت عليها التجارب والأبحاث، من بينها الحمص والفول والعدس إضافة إلى القمح والشعير. وذكر عن إجراء التجارب على الخضروات، كما أجريت التجارب على الخضروات المستجلبة من الصين وحققت نتائج جيدة.
نظمت في مديرية دبروة وضاحية كالكو بمديرية بارونتو نفير أعمال حماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير مديرية دبروة سيد فروينجيل تخلهيمانوت في الاجتماع التقييمي الذي عقد بحضور خبراء الزراعة، أوضح أن أعمال بناء الحواجز المائية والمدرجات والتشجير التي نفذت في العام الماضي ستستمر بقوة هذا العام بالنفير الشعبي ومنح الاهتمام الكبير لمحاربة اقتلاع الأشجار. وذكر مسؤول الزراعة في المديرية السيد ياريد هابتجارجيس عن وجود 40 خبيرا زراعيا يقدمون الإرشاد للمزارعين في 12 نقطة، مؤكدا على الاستعداد لإنجاح البرامج الموضوعة. في غضون ذلك أوضح خبير حماية المياه في مدينة بارونتو المهندس إبراهيم علي عن بناء المدرجات الحجرية والحواجز المائية في مساحة 45 هكتارا من الأراضي الزراعية. وأشار مكتب الزراعة في المديرية إلى مواصلة أنشطة حماية التربة والمياه في جميع مناطق المديرية. تم تخريج 52 من الشابات في مديرية مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر تلقين دورة تدريبية في تصفيف الشعر لفترة 3 أشهر قدمت نظريا وتطبيقيا. وقال مسؤول الشباب بمديرية مصوع في مراسم التخريج الذي جرى في 25 من يناير الشاب علي فرج، قال إن الدورة التدريبية المقدمة مواصلة للجهود الجارية من أجل بناء قدرات الشباب، موضحا عن إتاحة فرص القروض دون الفوائد لهن سواء على المستوى الفردي والجماعي لتحسين معيشتهم. من جانبه قال مسؤول المشاريع في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الشاب تخلى زرقه إن الاتحاد ظل ينفذ وينظم عددا من البرامج تساعد على الاعتماد على الشباب لأنفسهم، كما نظمت دورات تدريبية في مديريات مصوع وجندع وأفعبت وقلعلو ونغفة في العام 2017، مؤكدا مواصلتها بشكل واسع مستقبلا. وقدم مدير مديرية مصوع السيد هيلا أسفها كلمة أوضح فيها أن الاستثمار الوطني الجاري يهدف في الأساس إلى تطور الشباب، مشيرا إلى استعداد إدارة مديريته لبذل جهود منسقة من أجل ارتقاء الشباب إلى أعلى المراحل من حيث الوعي والتطور. وتشير مستندات مكتب الشباب في مديرية مصوع إلى تنظيم دورات تدريبية ل400 من الشباب في النجارة والحدادة والإسعافات الأولية وتصفيف الشعر وغيرها من المهن. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، أعلنت الشرطة البروندية أن نحو 7000 شخص فروا عبر الحدود من مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام القليلة الماضية. وذكر رادئ هيئة الإذاعة البريطانية أن معظم الفارين عبروا الحدود عن طريق قوارب، وذلك هربا من القتال الدائر هناك بين القوات الحكومية وميليشيات المتمردين. أفاد مصدر أمني عراقي بأن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 آخرون في غارة شنتها المحيات الأمريكية على سيارات تقل مسؤولين عراقيين وقوات أمنية في ناحية البغدادي غرب محافظة الأنبار. وأكد المصدر أن مروحية أمريكية قصفت عددا من العجلات المدنية والأمنية التي كانت تقل مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير الشرطة الناحية العقيد سلام العبيدي غرب الرمادي. وأضاف المصدر أن بعض المصابين وبينهم مدير الشرطة ناحية البغدادي حالتهم خطرة ويتلقون العلاج في المستشفى الآن. يذكر أن القوات الأمنية العراقية تسيطر على ناحية البغدادي غرب الرمادي، فيما تتواجد قوات التحالف الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالناحية. أعلنت المعارضة السورية مقاطعة مؤتمر سوتشي بشأن سوريا الذي تستضيفه روسيا الأسبوع المقبل، فيما يعد ضربة قوية لجهود موسكو الدبلوماسية لحل الصراع السوري. وقال يحيى العريضي المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثل الرئيسي للمعارضة في سوريا في ختام يومين من محادثات السلام في فيينا إن المؤتمر محاولة لتهميش جهود الأمم المتحدة الحالية. وعقدت الأمم المتحدة 9 جولات من محادثات
السلام بشأن سوريا، ولكنها لم تحرز سوى تقدما بسيطا من أجل إنهاء الصراع الدائر منذ 7 سنوات، وراح ضحيته مئات الآلاف من القتلى وتشريد الملايين. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول آخر في وفد المعارضة في وقت سابق قوله إن المعارضة تلقت تعهدا من روسيا للضغط على القوات السورية الحكومية وفرض وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية. وفي وقت سابق تقدمت 5 دول عربية وغربية بوثيقة تحتوي على مقترحات بشأن المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لم تتطرق إلى إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم السبت اتفاق وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو ونظيره الأمريكي جيمس ماتيس على مواصلة بناء الردع المشترك للبلاد ضد الشطر الشمالي في إطار الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية منه. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة قوله إن الاتفاق جاء خلال اجتماع مو وماتيس في هاواي. ووفقا للبيان اتفق الوزيران على استمرار العمل بصورة وثيقة حتى تغير كوريا الشمالية من نهجها وتعود إلى طاولة المفاوضات لبحث مسألة نزع السلاح النووي. ورحب سونغ مو وماتيس بمشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي ستبدأ فعالياتها في 9 فبراير المقبل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.